وانا ماشي في الغابه، لان لقيت الاسئله جات لي كتير من بعد ما نزلت الفيديو الخاص بشغل، انك تلاقي شغل بره مصر او في اي دوله اجنبيه انت عايزها. طبعا الاسئله كانت خاصه بالانجليش، الليفل بتاعي يكون قد ايه في الانجليش، هل محتاج سبيك فلوينت ولا عادي مودريت. وبرضه في ناس علقت لي بعد التعليقات، قالت لي الاكسنت بتاعتك زي ما تكون مصريه. امال انا ايه؟ امال انا جاي من البرتغال، اكيد الاكسنت بتاعتي مصريه يعني. انا لا تعلمت في مدارس انترناشونال ولا عملت اي حاجه، دخلت مدارس حكوميه في صعيد مصر عاديه خالص. نقطه مهمه جدا، الفوبيا بتاعت الاكسنت دي مش موجوده غير في مصر جنرالي والدول العربيه عامه، وبعض الدول العالم الثالث زي انديا وباكستان وكده. مفيش حد بعد كده من الناس اللي بتتكلم انجليش، يعني مثلا زي ماليزيا بيتكلموا انجليش من هم اول ما بيتولدوا مع اللغه الام بتاعتهم. محدش عنده الفوبيا بتاعت الاكسنت دي غير عندنا احنا بس، والدول اللي انا ذكرتها مفيش حد بيتكلم على الاكسنت. اللغه بالنسبه لهم هي تواصل، يعني اذا كنت انت قادر توصل المعلومه بابسط طريقه خلاص you already speak the language بالنسبه لهم. يعني لو رحت حتى لو اتكلمت مع حد امريكي، اتكلمت مع حد بريطاني، اتكلمت هنا في ماليزيا. انا لما جيت ماليزيا كان الانجليش بتاعي تخيل واحد جاي من صعيد مصر تعلم في مدارس في الكرة، فتخيل الانجليش بتاعك ليفل how it looks like. فما حدش يقلق من موضوع اللغة دي وياخدها كعاجز. اللغة تواصل، ما حدش بيقول لك الاكسنت بتاعتك مش كويسة او مش فاهمك عشان الاكسنت. لو قادر تقول كلمتين في الجملة وتوصل بيهم المعلومة خلاص you are okay. ما حدش بيقول طبعا على حسب الشغلانة اللي انت هتلاقيها، يعني في ليفل معين لازم يكون معاك للغة. مثلا انت تشتغل ترينر، تشتغل كاستمر سبورت، والكاستمر سبورت الجوب بتاعتك بتتطلب يكون معاك ليفل انجلش كويس، لاني هتكفر كلاينتس برضه بيتكلموا انجلش. يلا نهاركم سعيده. How do you guys feel the first round? We can go for 2 more. Woo! That's the spirit. Regine. Yeah.